عايز توفر؟ يبقى وفر اكس. اهلا بيكم، انا محمد صفا. عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. مراتك استغلت اننا اول الشهر وان المرتب نزل وقالت لك عايزين خزين البيت عمال عندك، زيت وسكر وسمن ورز وهديه عيد ميلاد ماما وهديه عيد الام. ما تيجي نروح كارفور؟ هو اسمه كارفور ولا كارفور؟ وانت يا حبيبي ما بتحبش تروح كارفور لانك هتاخد اللي انت عايزه وعليهم 2 ترول زياده، وتخلص بقى مرتبك كله وتقعد كده تعيط جنب ال 20 علبه تونه وال 40 كيلو رز اللي انتوا اشتريتوهم. فانت هتقترح انكم تستغلوا عروض بتاعت امازون وجوميا وتشتروا اللي انتوا عايزينه اونلاين، وبالمره تفكر في الحاجه مره واتنين قبل ما تشتريها، وكمان هتوفر فلوس البنزين. فالمدام تعمل لك الليسته وتشتري اللي انت عايزه ومعاهم هديه عيد الام وهديه عيد ميلاد ماما. كل سنة وانت طيبة يا حماتي. يومين والحاجة وصلت وكله تمام التمام. تعال بقى نعيد نفس الحدوتة اللي فاتت دي، بس قبل ما تشتري هتفتح واحد من أحب المواقع أو الابليكيشنز لقلبي، وهو وفر اكس، لأنه ببساطة بيخليك تشتري زي ما انت متعود عادي جدا من الطريقة اللي انت عايزها ومن المواقع اللي انت متعود عليها، بس بيرجع لك كاش باك على مشترياتك، وكمان الكاش باك ده بتستلمه في ايديك كاش، مش بتاخده رصيد مشتريات. اعمل لايك وسبسكرايب وتعال احكي لك الحدوتة. أول حاجة انت بتحمل الابليكيشن من الستور الخاص بموبايلك، ولو عملت حساب من الكيو ار كود او اللينك ده هيجي لك $2.5 هديه كده من خلال الابلكيشن او من خلال موقع وفر اكس. تدخل وتشوف المواقع الاونلاين اللي هم متعاقدين معاها. مفيش فته؟ مستنيين بس يا جماعه الفول بس يتعمل. السيسان شو حلوين كده. من خلال الابلكيشن او من خلال موقع وفر اكس تقدر تدخل وتشوف المواقع الاونلاين اللي هم متعاقدين معاها، وتقدر تشتري وتاخد كاش باك من مواقع زي امازون وجوميا وبوكينج ومواقع تانية كتير، وده عن طريق انك بس تدخل الموقع ده عن طريق وفر اكس سواء كان الموقع او الابلكيشن. وكمان ممكن تاخد كاش باك من المحلات عن طريق انك تفتح الابلكيشن وتدخل بيانات الكريدت او الديبت كارد بتاعتك وتعمل لينك بالمحل اللي انت هتشتري منه او حاجه اسمها لينك تو اوفر. بعدها بتنفذ عمليه الشراء اللي انت عايز تعملها وبتصور الوصل او ريسيت وبتعمله ابلود على الابلكيشن، وبعد كده هينزل لك الكاش باك. في وفر اكس الكاش باك بيظهر لك بالدولار بس هو بيجي لك بالمصري، وده عن طريق انك تدخل بيانات حسابك البنكي او المحفظه الالكترونيه زي اورنج كاش او فون كاش. والكاش اوت بيكون 4 مرات في السنه، شهر فبراير ومايو واغسطس ونوفمبر، بشرط ان اجمالي الكاش باك في حسابك يكون $5 او اكتر. طيب هو الكاش باك في وفر اكس بيتحسب ازاي؟ الفكره هنا ان كل موقع ليه نسبه معينه من الكاش باك، يعني مثلا امازون بتوصل ل 7%، جوميا بتوصل ل 4.5%. بس هي ايه بتوصل دي؟ الكاش باك بيكون على حسب الحاجه اللي انت هتشتريها، يعني مثلا في امازون ال 7% دول بيكونوا على المحافظ والجزم والشنط والنظارات، وبيقل واحده واحده لغايه ما يوصل 1% على الموبايل والتابلت والكاميرات واكسسواراتهم. فانت خليك عارف هتجيب ايه والكاش باك بتاعه قد ايه بالظبط. كمان عندهم برنامج مخصوص لعملاء سي اي بي وبيكون فيه شويه مميزات، يعني مثلا الكاش باك على امازون بيكون 8.4% بدل من 7%، وعلى جوميا بيكون 5.4% بدلا من 4.5%. كمان الكاش اوت او يعني عمليه اللي بيبعتوا لك فيها الفلوس بتكون 6 مرات في السنه مش 4. انا شخصيا وصلنا لغايه دلوقتي $62 كاش باك من وفر اكس، ومستني كمان ان شاء الله $10 في شهر 5 اللي جاي. لو ما كنتش استخدمت وفر اكس قبل كده تقدر تفتح كيو ار كود ده وتعمل حساب تاخد فيه $2.5، ولو كنت استخدمته اكتب لي عن تجربتك في التعليقات. واتمنى لكم تسوقا سعيدا. تحياتي.